توجه سامح شكري وزير الخارجية إلى المغرب اليوم حاملا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك محمد السادس ملك المغرب. التفاصيل في سياق التقرير التالي. رسالة شفهية ينقلها وزير الخارجية سامح شكري من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل المغربي محمد السادس خلال زيارته للرباط، والتي يبدأها اليوم، وهو ما يعطي مؤشرا على رغبة البلدين في إنهاء ما يتردد عن وجود أزمة بينهما. منذ أسبوعين أذاع التلفزيون المغربي تقريرا يهاجم ثورة 30 من يونيو والرئيس السيسي، ما أثار التساؤل حول وجود أزمة بين القاهرة والرباط، بينما فسرت التقارير الإعلامية الموقف المغربي بأنه رد على هجوم بعض وسائل الإعلام المصرية على الملك محمد السادس ومشاركة صحفيين مصريين في مؤتمر لدعم انفصال الصحراء الغربية، ولكن لم يصدر موقف رسمي من حكومة البلدين. وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحات صحفية أن العلاقات المصرية المغربية وثيقة ويتم تدعيمها، مؤكدا أن ما حدث مجرد سوء فهم بسيط تم توضيحه وإزالته، وأن زيارته إلى الرباط مهمة لإزالة أي سوء فهم. وخلال زيارة شكري للمغرب التي تستمر يومين، سيلتقي بنظيره المغربي صلاح الدين مزوار الذي زار القاهرة في يوليو الماضي ونقل رسالة من العاهل المغربي إلى الرئيس السيسي.